وش اللي صار على السيارة بعد ما خرجت من الحدود السودانية إلى الحدود الإثيوبية؟ صباح الخير يا باشا. صباح الانوار. لا لا لا، قرارات جديدة. كل هذا شغل. فك الخريطة. ارمي الخريطة. افتح افتح، والله قرارات مهمة يا عيال، ترى فك. صلوا على رسول الله. طبعا احنا يا جماعة الخير اللهم لك الحمد، السيارة دخلت من السودان على اثيوبيا. الطريق من حدود السودان اثيوبيا الى اديس ابابا تقريبا 1000 كيلو. الفريق اللي احنا موكلينه انه يجيب الفورد من الحدود الى اديس ابابا تقريبا قاعد يمشي في اليوم 200 كيلو. فالآن قطعوا تقريبا 200 كيلو، باقي تقريبا 800 كيلو. السيارة راح توصل تقريبا بعد 2 إلى 3 أيام. فإحنا تبو شاص؟ لا ما نبي شاص. شاص سيبنا اعتقد. لا حلو، هات الخبر. لا أنا أقول لكم. فلذلك يا جماعة الخير قرر. اليومين هذه اللي عبال ما توصل السيارة ايوه ناخذ فيها اوف. هذا لوف حقنا. أنا أكل ونوم الين إن شاء الله توصل السيارة ونكمل على مدغشقر. شوفوا كيف بعد الجنايب. ايش بك تعورت؟